الإخوان الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. القضية شمشت في هاد اليومين هادي، الله يرحمنا بالشتا. كنتواجدوا الآن وكالعادة في مدينة فاس وفي الميزان تحديدا، وكما كتشوفوا الأجواء ما كاين غير الخدمة، الأشغال ما كتوقفش. تبارك الله ما شاء الله. فين ما مشيتي ومنين ما درتي هادشي اللي كتلقى، الهدم وحفر وبناء. وبحال هاد الاصلاحات راه كتقدر تشمل شحال من حاجه، انا ما متاكدش منها، لهذا ما غاديش نهضر فيها حاليا. المهم مدينتنا الان غاديه في الطريق الصحيح بالنسبه للاصلاحات في البنيه التحتيه هذه، وهذه خطوه اولى قويه ومكلفه جدا ماديا. كنقدروها وكنتمنوا هذه المبادره هذه، وكنتمناو من بعد يكونوا بحال هاد الاصلاحات في جميع القطاعات. في هذا المقطع غادي تشوفوا معنا الاشغال فين وصلات، والاجواء اللي غاديه فيها هاد الاشغال هذه. ملي كنشوفوا بحال هاد الشيء هذا حنا كنتفائلوا خير لبلادنا، باش ان شاء الله تكون في مصاف الدول المتقدمه. علاش لا؟ راه هكا كتبدا، خاصنا غير نامنوا بقدراتنا ونكونوا ايجابيين ونفتحوا واحد القوس هنا. الاخوان كنتمناو الحظ يكون في جانب منتخبنا المغربي اليوم في نصف نهائي دوري الملوك. الدراري ديالنا تبارك الله كانوا غير مقصرين، دابا هما لاعبين الدومي فينال مع منتخب كولومبيا. مقابله صعيبه وغادي يكونوا متابعينها الملايين من المشاهدين من جميع انحاء العالم. كنتمناو الفوز لمنتخبنا الوطني. الاخوان نمشيو نشوفوا هنايا، راه اي حاجه قديمه كيقوموا بالتغيير ديالها. الله يعاون المعلمين. شوف كنقولوا شكرا لهاد العمال، هاد الرجال اللي من الصباح حتى المساء يوميا ما كيتوقفوش على العمل بجديه. وشكرا لاي واحد قلبوا على هاد البلاد، وشكرا لاي واحد كيسهل الامور للخوت المغاربه وكيخدم المصالح ديالهم ويخدم المصالح ديال هاد البلاد هادي العزيزه علينا. للاسف كاين دول الاخوان حاسوده وحقوده ما كتبغيش تشوف هاد التطور في بلادنا، وبالعكس كتبغي تحاصرنا وكتبغي تشغلنا في مشاكل باش تشوفنا مشلولين ومدمرين. كنظن انكم عرفتوا هاد الدوله ولا هاد النظام اللي داير هاد المشاكل. هذه هي الحقيقه اللي خاص الناس تعرفها. حنا مشغولين براسنا وهما مشغولين بينا، وبحال هاد الميزانيه اللي مخصصها المغرب لهاد الاصلاحات، الاعداء ديالنا كيخسروا الدوبل ديالها عشرات المرات غير باش يعرقلونا وما يخليوناش نزيدوا لقدام. هادشي كله غير حسدا وحقدا، ولكن ما غاديش يسخر لهم الله، حيت هذه بلاد عندها الرجال وعندها القيمه والتاريخ، وهذا الشيء اللي ما كيمتلكوش هما. ها انتم خليكم معنا الاخوان. حنا دابا الان رحنا في الجانب ديال المسجد ديال لاله سلمى. هاد الطريق هادي اللي كانت كتطلع الباب مفتوح وكتهبط لسيدي بوجيده تقطعت تماما، راه مقطوعه لان حطوا فيها الرمله. هانتوما غادي تشوفوا الوضعيه كيفاش دايره. فياجات ديال الرمال طالعين على طول هذا الشارع هذا هكا، من هنا ومن هنا. اللهم بارك وزد في ذلك. ها المدخل ديال المسجد، هو المسجد امامنا الان. وعلى العموم الاخوان نخليكم مع هذه المشاهد هذه ديال الاشغال والسلام عليكم، ونشوفكم في حلقه مقبله ان شاء الله. تبارك الله على الجميع.